ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا عاملين ايه؟ جيت لكم النهارده بقى في فيديو حلو قوي، فيديو البطاطا. بصوا بقى، بطاطا بطريقة هتخليه اللي ما بياكلهاش ياكلها بجد. انا جبت البطاطا طبعا غسلاها وكنت نقعاها وعاملة حاجات حلوة عقبال ما وصلت كده زي قدامكم كده، حمرة جميلة. هجيبها واقطعها. بصوا، هقطعها كده ايه، حتت كبيرة يعني، الواحدة على 3 على حسب وهي قصادك قد ايه هتقطعي كده. جربوها يا جماعة، هتعجبكم جدا جدا جدا. انا قطعتها اهو بوريكم. بصوا بقى، بس حاولوا تقطعوها تخينة شوية علشان لما تخلص يبقى فيها ايه، لحم شوية. تقطعيها طبعا. البطاطا الموسم اليومين دول رهيبة يعني. جبت كيس حراري اهو، شفتوا كيس حراري؟ الكيس الحراري ده بنعمل فيه احلى شغل صراحة. حطيت فيه ايه، البطاطا اللي انا قطعتها. تمام تمام. وقمت هجيب سكر بتاعنا العادي ده. هحط 4 5 معالق، 4 5 معالق سكر. وهتحطيها كده في جوه الكيس. كيس الحراري ده بيبقى عند اي حد عند الادوات المنزليه. قولي له عايزه الكيس الحراري، في باكت لارج، في اكس لارج، في 2 اكس اللي هو بياخد اللي بياخد الديك الرومي والبط الكبير. بصوا، وهاجي انا اقفل، هو بيجي معاه ال- اللي بيقفل الكيس ديت بتبقى معاه في الكيس من جوه اهو. وهفضل اوزعه بس كده عشان اضمن ان السكر كله اتوزع في الكيس. وهجيب السكينه واخرم ايه الكيس بالمنظر ده اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا، هتعجبكم جدا 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 جدا. اتفرجوا على اخر الفيديو. رجعت ليكم بعد ما طلعت البطاطا، عايزه اقول لكم عباره عن حاجه سكر. بس انا طبعا سبتها لما بردت، قلت عشان اعرف ايه اقطعها. عايزه اقول لكم فظيعة بأمانة طعمها. السكر مكرمن كده مديها طعم تحفة. حلوة حلوة حلوة. بصوا بقى الجمال. عايزة اقول لكم والله العظيم لو جربتوا يعني الطريقة دي مش هتعملوا الطريقة التانية بتاعتنا. عبارة عن كده حاجة ايه، سكر. بصوا عاملة ازاي، بتلمع ازاي، بصوا اللمعة. حاجة جديدة يعني، حاجة جديدة وعيالك هيحبوها. اللي ما بياكلش البطاطا من الأطفال لما يشوفوا الطريقة ديت. أنا ابني بصوا كان واقف جنبي، إيه يا ماما ما بحبش البطاطا. قلت له خد دي ملا طبق ومشي، عشان كده الكمية حبة صغيرة. عايزة أقول لكم هتعجبكم جدا جدا. حاجة جديدة ويعني حلوة. جربوها بقى. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده مطبخ ساسو. تنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.